عزول في اللون، مرحبا بكم كاملين ومرحبا بالمتابعين جداد. بزاف منكم طلبوا مني تحلية بلا سكر، واليوم جبت لكم تحلية صحية منعشة وبمكونات بسيطة. غادي نخليك تآمني بأن السميد والعصير يقدروا يخرجوا لك موس صحي ولذيذ وما تشبعيش منه. كل ما كنحتاجو هو جوج ديال المكونات. كنحتاج عصير ديال الليمون حوالي 250 ملي، تقريبا جوج ديال الكيسان. بالنسبة للعصير يمكن لك تستعملي اي نوع ديال العصير متوفر، المهم يكون الفاكهة مائية، يعني بحال الليمون، الفريز، الرمان، اي نوع ديال الفواكه المائية. كنضيف له هنا جوج معالق كبار ديال السميد، ما يكونش عامر. غادي نحرك مزيان مزيان حتى يتجانس ليا الخليط ديال العصير مع السميده. من بعد غندير الحلاوه على حسب الذوق. انا هنا درت دبس التمر لحقاش عندي. ديري نتيا العسل، او لا بغيتي الناس اللي يعني عندهم عادي ياكلوا السكر يديروا سنيده على حسب الرغبه وحسب الذوق. كنحرك هنا مزيان، من بعد غنوضعو على نار هادئه حوالي 5 ولا 6 ديال الدقائق مع التحريك المستمر حتى غيعقد ليا الخليط واحد شويه. غادي نوضعوه في اي بول ولا حتى في الكاسرول ديالو، غادي نخليه يبرد شويه حتى غير يدفى. من بعد غادي نطربو بالخلاط الكهربائي ولا بالباتور حتى يولي موس خفيف وناعم. في كؤوس التقديم وغندخلو الثلاجة غير نص ساعة حتى يشد راسو، والنتيجة موس صحي بالليمون، خفيف منعش بلا سكر وبلا حليب. انا درت تزيين بالكوك، نتي لك الاختيار تزيني كيف ما بغيتي. تقدري ديري كاناج ديال الليمون حتى هو وتزيني به، المهم زين اختيار لكم. وهذا هو الشكل ديالها وهذا هو القوام ديالها. وهذا ما كان. الا كنتي كتقلبي على تحليه صحيه وسهله، هذه الوصفه غادي تعجبك. ومرحبا بكل المتابعين جداد، ما تنساونيش باللايك والاشتراك باش توصلكم وصفات صحيه اخرى. سلامه.